السلام عليكم. جبنا لكم أخبار من مونديال قطر، أخبار مؤكدة تؤكد فيها مدرب المنتخب القطري ولاعبين المنتخب القطري عن استيائهم لحكم المباراة بكري قسمة، والذي كان له الدور الكبير في خسارتهم، بحيث أبدوا لاعبو المنتخب القطري بعد نهاية المباراة استياءهم من تصرفات خلال المباراة من طرف الحكم بكري قسمة، بحيث أكدوا أنه لم يقم بإجراء تحكيم عادل في المباراة التي جرت بين الجزائر والكاميرون في المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات قطر 2022، مما أكد أنه يقوم بهذه الأشياء دائما ضد المنتخبات العربية. وكما أكد ذلك مدرب المنتخب القطري بأن هذا الحكم لا يصلح على الساحة الدولية، ويجب الإسراع في اتخاذ القرارات من أجل إبعاده عن المباريات الدولية. المهم احنا اللي يهمنا باللي ديما راناش وحدنا جزائريين اللي ما عجبناش الحال على هذا الاربيتر. راهم كاينين منتخبات ثاني وكاين مدربين، الحمد لله. سما الهضره تاعنا راهي في بلاصتها، ما راناش غالطين. المهم كشما اخبار جديده رانا نفيدوكم بها. ما تنساوش توجور ديروا لنا جيم وابوني، والاخبار الجديده اللي تكون نلحقوها لكم. هيا تهلاو في رواحكم.